سنة وانتم طيبين واحنا لسه في صوم أمنا الطاهرة العذراء مريم أم النور. እንኳን ያደረሳችሁ አሁንም እኛ ያለነው በእመቤታችን በብርሃንና በቅድስት ማርያም ጾም ውስጥ ነው። فلسفة صوم مريم. رسالة ربنا لينا النهارده من إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح 5. ዛሬ የተላለፈልን መልእክት ከመምህራችን ከቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ነው። يكشف الإنجيل ربنا يسوع المسيح المحب للخطاة والعشرين. የሚገልጥልንም ወንጌሉ ጌታ ኢየሱስ ኃጢአተኞችንና ቀራጮችን እንደሚወድ ነው። ربنا يسوع المسيح لما اختار تلاميذه الأطهار القديسين علشان يكرزوا في المسكونة اختارهم من العشرين، من الصيادين، من الناس الغلابة، ما خدهمش من الحكماء ولا الفريسيين ولا الكتب ولا المعلمين. ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱንና ንጹሐን ሐዋርያቱን ሲመርጥ የመረጠው ከቀራጮች ከአሳ አጥማጆች እንዲሁም ደግሞ ከምናምንቴ ከሆኑ ሰዎች ነው እንጂ ከታላላቅ ሰዎችና ከባለሀብቶች አልነበረም። لأن الله يعمل في وسط البسطاء والضعفاء والخطاة والعشرين. ምክንያቱም እግዚአብሔር በየዋሆች በትሑታን በኃጢአተኞችና በቀራጮች ውስጥ ይሰራልና። وهو اللي قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. እርሱም ነው ያለኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ብሎ የተናገረው። لو كان اختار تلاميذه من المعلمين والفلاسفة والكتبة كانوا يقولوا نشروا الإيمان بحكمتهم، نشروا التعاليم بقراءاتهم بفلسفتهم، لكن اختارهم من الصيادين والبسطاء والعشرين عشان يبقى نشر الإيمان بنعمة الروح القدس الحالة فيه. ደቀ መዛሙርቱን ታላላቅ ሰዎች ከፈላስፎች ከተማሩ ሰዎች ቢመርጥ ኖሮ ወንጌሉ የተስፋፋው በጥበባችን ነው በእኛ ኃይል ነው ይሉ ነበረ። ነገር ግን ጌታችን ከቀራጮች ካልተማሩ ከአሳ አጥማጆች በመምረጡ ምክንያት ይሄ ወንጌል ለእነሱ የተስፋፋው በእግዚአብሔር ኃይል በመንፈስ ቅዱስ ነው እንጂ በእኛ አይደለም እንዲባል ሆነ። النهارده ربنا يسوع المسيح شاف لاوي العشار في مكان الجبال، قال له كلمة واحدة اتبعني، فترك كل شيء وصار لاوي العشار هو القديس العظيم ماري متى الإنجيل، كاتب أحد الأناجيل الأربعة وأعظم الآباء المبشرين ومن أعظم الآباء القديسين المبشرين الأطهار. ዛሬ የተነበበው ወንጌል ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መቅረጫ ቦታ ሄደና ሌዊን ቀራጩን አገኘውና አንድ ቃል ብቻ ነበር የተናገረው፣ ተከተለኝ አለው። ሌዊም ሁሉም ተከተለው። ከዚህም በኋላ ሌዊ ወንጌሉን የጻፈልን ታላቁ ቅዱስ ማቴዎስ ሆኗል። ታላላቅ አባቶችና ወንጌል ጸሐፊያን ከሰባኪዎች አንዱም ሆነ። يقول الكتاب المقدس إن سمعتوا صوته فلا تقسوا قلوبكم. معلمنا القديس متى الإنجيلي سمع صوت ربنا على طول فاستجاب. መጽሐፍ ቅዱስ ድምፁን ከሰማችሁ ልባችሁን አታደንድኑ ይላል። ልክ እንዲሁ መምህራችን ቅዱስ ማቴዎስም የእግዚአብሔርን ቃል በሰማ ጊዜ አላደነደነም፣ ተቀበለው እንጂ። ما فكرش إن أنا من العشرين، إن أنا مش المحبوبين من وسط الناس، إن أنا باخد الجباية بزيادة وممكن أظلم وممكن أضر حد. لا، ما فكرش في ده كله، تبع المسيح على طول. እንዲሁም እሱ እኛ ከቀራጮች ውስጥ ነን እኮ በህዝቡ ተጠላ ውስጥ ነን፣ በህዝቡ ላይ የጨመርን ገንዘብ የምንቀበል ውስጥ ነን ብሎ ይህን ሁሉ አላሰበም። ነገር ግን ትቶ ተከተለው እንጂ። يقول الكتاب المقدس أنا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل وأتعشى معه وهو معي. ربنا بيخبط على بابك وبابي في كل وقت. أهم حاجة لا تقسوا قلوبكم، أطيعوا الرب، لا ما تفكرش خلاص. السيد المسيح قال لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة، ولا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ በልባችሁ በር ፊት እኖራለሁ አንኳኳለሁም፣ ድምፄን ሰምቶ የሚከፍትልኝ ቢኖር ወደ ውስጡ እገባለሁ፣ ከእርሱም ጋር እራት እበላለሁ፣ ከእርሱም ጋር ይሆናለሁ፣ እርሱም ከእኔ ጋር ይሆናል ብሏል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ሁላችንም እያንዳንዳችንን ልባችንን ያንኳኳል። ስለዚህ እኛ የሚገባን ልባችንን አለማደንደን፣ መክፈት፣ እግዚአብሔር እንዲገባበት እርሱ እንዲገባበት። ክርስቶስ ምን ብሏልና እኔ ጻድቃንን ሳይሆን ኃጥአንን ለንስሐ ልጠራ መጥቻለሁና፣ እንዲሁም ጤነኞች ሳይሆኑ በሽተኞች ናቸው ባለመድኃኒት የሚያስፈልጋቸው። إن كنت خاطئ
فالعلاج في الكنيسة التوبة والاعتراف والتناول من جسد المسيح ودمه، وقبل هذا تصلح ما أخطأت فيه وتصلح طريقك. አንድ ኃጢአተኛ ሰው ካለ መድኃኒቱ ይኸው በቤተክርስቲያን ውስጥ አለ። ንስሐ፣ ኑዛዜና ቅዱስ ቁርባን። መጀመሪያ ስህተቱን ያስተካክላል። ከዛ በንስሐ በኑዛዜና በቅዱስ ቁርባን መንገዱን ያስተካክላል። مريض المرض الروحي وهو المرض الخطية علاجك الروحي داخل الكنيسة. لا يوجد علاج على الإطلاق للخطية أو للمرض الروحي إلا من خلال الكنيسة. የታመመ ቢኖር መንፈሳዊ ህመም ማለት ነው። መንፈሳዊ ህመም የታመመ ቢኖር መድኃኒት ሊገኝ የሚችለው በቤተክርስቲያን ውስጥ ብቻ ነው። ለመንፈሳዊ ህመም ለኃጢአት ከቤተክርስቲያን ውጭ መድኃኒት አይገኝለትም። ما تبصش وراك وتقول أنا عملت وسويت. طالما اعترفت قدام أبونا أمام الله وقدام أبونا وأخذت الحل من الروح القدس بفم أبونا، ما تبصش خلاص على اللي فات. امشي بص قدامك. يقول معلمنا بولس الرسول نسعى كأن لعلنا ندرك، يعني نمشي نشوف قدامنا علشان ندرك، علشان نوصل. ስለዚህ ኃጢአት የሰራን ብንሆን እኛ ኃጢአታችን ወደ ኋላ እንመልከት እንጂ ተሰርቻለሁ አንበል። ይልቅስ ወደ ፊት ለፊት ወደ እግዚአብሔር ፊትም ሆነ ካህኑ አባታችን ፊት እንናዘዝ። ያን ጊዜ የኃጢአታችንን ይቅርታ እንቀበላለን። ወደ ፊት ለፊት እንመልከት እንጂ ወደ ኋላ ኃጢአታችንን አንበል። በተናዘዝን ጊዜና አቡናም እንዲሁ ፍትሐት ዘወልድን በደገሙልን ከፍ ባሉበት ጊዜ ያን ጊዜ ወደ ኋላ ቀርቷል ሁሉም ነገር። ስለዚህ ወደ ፊት ለፊት ተመልከቱ እንጂ ወደ ኋላችሁ አትሄዱ። ضعفت، سقطت، وجعت، عييت، مفيش مشكلة. احنا عايشين على الأرض مش في السماء. طالما عايشين على الأرض في تجارب، في ضعفات، في سقطات، لكن مع ده كله في نعمة ربنا. يقول الكتاب المقدس حيث تكثر الخطية تكثر هناك نعمة المسيح. ስለዚህ በኃጢአት ብትሰሩ ብትደክሙ ብትወድቁ ምንም እንኳን በሁሉ ብታደርጉ በምድር ናችሁና ያጋጥማል። ይሄ በሰማይ አይደላችሁም። በሰማይ ብቻ ኃጢአት የማይሰራው በምድር እያለን እንወርቃለን። ነገር ግን ብንወርቅ እንኳን የእግዚአብሔርን ጸጋ እናስታውስ። መምህራችን ቅዱስ ጳውሎስም ይላልና ብዙ ኃጢአት ባለችበት የእግዚአብሔር ጸጋ ትበዛለችና። إن كان أحد على الأرض بلا خطية ما كانش فيه داعي لصلب السيد للتجسد والفداء والكفار. በምድር ላይ ኃጢአት የሌለበት አንድ ሰው እንኳን ቢኖር ኖሮ ክርስቶስ ሰው መሆን መሰቀል ባላስፈለገው ነበር። يقول القديس أغسطينوس مباركة هي خطية أبونا آدم التي جلبت لنا الخلاص. يعني لولا سقوط أبينا آدم، لولا ضعفاتنا، لولا خطايانا لم نكن مستحقين للتناول من جسد المسيح ودمه. መምህራችን ቅዱስ አውግስጢኖስ ምን ይላል? የአዳም ኃጢአት የተባረከች ትሁን፣ ምክንያቱም ክርስቶስን አጥፋልናለችና። በኃጢአታችን ምክንያት ነው ጸጋው የመጣው። ስለዚህ ጸጋውን እንቀበላለን። በኃጢአቱ ያው እንትን ይባላል አንዴ ፌሊክስ ኩልፓ ይባላል፣ መልካሙ ውድቀት ይባላል። ምክንያቱም በውድቀቱ ምክንያት ድነት መጥቷልና ስለወደቅን ስለ ኃጢአታችን ከክርስቶስ ሥጋና ደም እንድንቀበል የተገባን ሆነናል። ربنا يسوع المسيح بفم الطاهر يقول خذوا كلوا منه كلكم جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. يعني حبيبي عايز خطاياك تتغفر، عايز تروح الأبدية، تعالى اعترف وتناول وصلح طريقك، تستحق التناول من جسد المسيح ودمه، وتستحق غفران الخطايا، وتستحق الحياة الأبدية. ክርስቶስን በቃሉ ምን ይላል? እንኩ ይሄ የሚቆረሰው ሥጋዬ ለኃጢአታችሁ ስርየት ነው ለሁላችሁም ብሎ ይሰጠናል። ስለዚህ የኃጢአትን ስርየት ከፈለግን ወደ ዘላለም ሕይወትም ደግሞ መግባት ከፈለግን ከክርስቶስ ሥጋና ደም ውጪ ሌላ መግቢያ መንገድ የለንም። ስለዚህ እንናዘዝ፣ ኃጢአታችን ወደ ክርስቶስ ሥጋና ደም እንምጣ። የኃጢአትን ስርየት ድህነትን የዘላለም ሕይወትንም ደግሞ እናገኛለንና። الكنيسة المقدسة المقادة بالروح القدس تعلمنا في كل يوم هوذا كائن معنا على هذه المائدة اليوم عمانوئيل إلهنا حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله. ቅድስት ቤተክርስቲያናችን በመንፈስ ቅዱስ እየተመራች ሁሉ ጊዜ ምን ትላለች? ይኸው በመሠዊያችን ላይ የዓለምን ኃጢአት የተሸከመ የእግዚአብሔር በግ አማኑኤል አለ ትላለች።
جميع الأسرار الكنسية نأخذها مرة واحدة في العمر، إلا التوبة والاعتراف والتناول من جسد المسيح ودمه كل يوم. ليه؟ لأنه كل يوم عندنا ضعفات، كل يوم عندنا سقطات، كل يوم عندنا أمراض روحية، فنعترف، نتناول، نصلح طريقنا، نستحق التناول من جسد المسيح ودمه. ሌሎች የቤተክርስቲያን ምስጢራት በሙሉ በሕይወታችን በአንድ ጊዜ ብቻ ነው የሚፈጸሙት። ከምን በስተቀር ከንስሐ ከኑዛዜና ከቅዱስ ቁርባን ከመቀበል በስተቀር። ምክንያቱም በየቀኑ ባጣት እንወድቃለንና፣ በየቀኑ እኛ ባጣት ስንወድቅ በየቀኑ ድነት ያስፈልገናል። ስለዚህ በየቀኑ እንወድቃለን፣ በቅዱስ ቁርባን በክርስቶስ ደግሞ በየቀኑ እንነሳለን። القديس العظيم الأنبا موسى الأسود قوي التوبة ذهب للقديس الأنبا إسيزوروس 12 مرة في ليلة واحدة يعترف. አባታችን ቅዱሱ አባት ሙሴ ጸሊም በንስሐ ታላቁ የነበረው እንኳን በአንድ ምሽት 12 ጊዜ ንስሐ ለመግባት አባቱ አባ ኢስድሮስ ጋር ይሄድ ነበር። تتعبه فكرة يروح له على طول. أنت تتعبك فكرة، الكنيسة موجودة، أبونا موجود. ما تسيبش الفكرة تختمر في مخك، لأن الفكرة تلد فكرة أشر منها، والخطية وفكرة الخطية تلد فكرة أشر منها. اقطع الفكرة من البداية، زي ما بتقطع أي شجرة ملهاش لازمة من البداية علشان ما تطرحش وتبوظ لك الأرض، أرض قلبك وأرض حياتك الروحية. አንድ ሐሳብ እንኳን ባታስበው ጊዜ ቅዱስ ሙሴ ጸሊም ይሄድ ነበር ወደ ንስሐ አባቱ። ስለዚህ ገና ሐሳብ እንደመጣልን ወደ ቤተክርስቲያን እንመጣ፣ ቤተክርስቲያን አለችልን፣ አቡናም ደግሞ አሉልን። ያን ጊዜ ንስሐ እንገባበታለን እንጂ ሐሳቡ አናሰላስለው ይበደም። ሐሳብ ሌላ የከፋ ሐሳብን ይወልዳልና፣ የከፋ ሐሳብን ደግሞ እንዲሁ ኃጢአትን ይወልዳልና፣ ኃጢአትን የከፋ ነገርን እያመጣ ይሄዳል። ስለዚህ ገና ሐሳብን ከስሩ እንቆርጠው። ልክ ዛፍ ሳያድግ በፊት ስሩን ስንቆርጠው አያብብም። ልክ እንደዛው ሐሳብንም ከስሩ እንቆርጠው። በልባችን ውስጥ ያ ኃጢአት አድጎ ታላቅ ሳይሆን በፊት ከስሩ በሐሳብ እንቆርጠውና ወደ ቤተክርስቲያን فنتعلم ايه من انجيل النهارده؟ نتعلم المسيح المحب للخطاة والعشرين، نتعلم نسمع كلام المسيح على طول، ولا نفكرش في الماضي، ولا نديش فرصة لعقلنا يفكر على طول. يعني نسمع ونعمل. عشان كده الكنيسة تعلمنا تقول اجعلنا مستحقين أن نسمع ونعمل بوصايا إنجيلك المقدس. ስለዚህ ከዛሬው ወንጌል ምን እንማራለን? አንድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢአተኞችና የቀራጮች የሁሉ ወዳጅ እንደሆነ እንማራለን። እንዲሁም ደግሞ ጌታ ሲጠራን ምንም ወደ ኋላ ሳንመለከት ወደ ፊት ለፊት እሱን መከተል ብቻ እንደሚገባን ወደ ኋላ ሳናይ ሰምተን ክርስቶስን እንድንከተለው ወንጌል ሳይነበብ በፊት ጸሎቱ ላይ እንደሚባለው የቅዱስ ወንጌሉን ቃል ሰምተን እንሰራ ዘንድ የተገባን አድርገን ነው የሚለው። واحنا في صوم العذراء اخذنا الحد اللي فات فضيلة من فضائل أمنا العذراء وهي فضيلة الاتضاع. النهارده ناخذ من أمنا العذراء فضيلة الصمت. ባለፈው ሳምንት ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጸጋዎቿ መካከል የትህትናን ጸጋን አንስተን ተምረን ነበር። አሁን ደግሞ የዝምታ ጸጋዋን አንስተን እንማማራለን። الكتاب المقدس لم يذكر لنا إلا تسبيحة أمنا العذراء اللي اتكلمت فيه. መጽሐፍ ቅዱስ ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ካመሰገነችው ከምስጋና በስተቀር ያስቀመጠልን ቃል የለም። وهي التي استحقت بشارة رئيس الملائكة غبريال، واستحقت أن ترد الله الكلمة المتجسد، واستحقت أن ترى الملائكة ويقول المجد لله في العالم وعلى الأرض السلام، واستحقت أن ترضع رب المجد يسوع المسيح، لكن كله متحفظة به في إيه؟ في قلبها. እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ታላቁ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል እንዲያበሳት የተገባች ሆና ነበረ። እንዲሁም ቅዱስ እግዚአብሔር ቃል ስዱ ቃል ከስጋዋ ስጋ እንዲነሳ የተገባች ሆና ነበረ። እንዲሁም ደግሞ መላእክት ሁሉ በሰማይ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን በምድርም ለሰው ልጅ ሰላም ብለው እንዲያመሰግኑ ምስጋና እንድታይ የተገባች ሆና ነበረ። ክርስቶስንም ደግሞ በቅፏ እንድትሸከመው የተገባች ሆና ነበረ። ይህንን ሁሉ ሆና ግን በልቧ تطبقوا نبر من بيتبعوا عندهم قال تنبر. العذراء مريم أرفع من الشاروبيم وأجل من السرافين وأقدس من جميع القديسين، لكن فضيلة الصمت
كل متحفظة به إيه في قلبها. እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከኪሩቤልም ትበልጣለች ከሱራፌልም ትልቃለች ከቅዱሳንም ሁሉ የተቀደሰች ቅድስት ናት እርሷ። ነገር ግን ይህንን ሁሉ ጸጋዎችን ኖሯት በልቧ تطبقው ነበረ። يقول الآباء القديسين الفضيلة إذا ظهرت سرقت ونهبت من المجد الباطن. አባቶች ምን ይላሉ? ጸጋ የተገለጠች ከሆነች ትሰረቅና ትወሰዳለች። ربنا أنعم عليك بزيارة نعمة ما تتكلمش. ربنا أعطاك بصيرة روحية لبعض الوقت، قريت آية في الكتاب المقدس استفدت منها ما تتكلمش. المهم خليك زي أمنا العذراء كل متحفظة إيه بها في قلبها. لو عجنتوا العجين بتاع أي عجين أنجيرة أو غيره كشفتوه للهواء، الخميرة هتشتغل فيه ولا هتفسد؟ هتفسد. لكن الخميرة هتشتغل إيه؟ في المكان المقفول. يعني الفضيلة تعمل فيك وانت قافل عليها. عشان كده عندنا مثل شعبي يقول داري على شمعتك تجيب. لما يكون الهواء شديد ومولع شمعة بنداري عليها كده عشان تفضل مولعة. لكن لو كشفناها للهواء عرضنا فضايلنا، عرضنا النعمة اللي احنا شفناها للهواء، يعني لعدو الخير تتخطف منك على طول. ስለዚህ እግዚአብሔር በጸጋ የጎበኛችሁ ከሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ እንኳን አንብባችሁ የተጠቀማችሁበት ከሆነና እግዚአብሔር ጸጋውን የሰጣችሁ ከሆነ በልባችሁ ጠብቁት እንደመሬታችን እንጂ አትግለጡት። የተገለጠ ጸጋ ይወሰዳልና ይሰረቃል። ምንም ነገር ከተገለጠ ይወሰዳል ይሰረቃል ነው የተባለው። ልክ እንትን በእርሾ ተደርጎ ሲቦካ ከተቦካ በኋላ እንትን ይደፋበታል እንጂ ወደ አየር አይገለጥም። ወደ አየር ከተገለጠ እንትን አይልም አይነፋምና፣ ነገር ግን ይበላሻል፣ በድብቅ ይሰራልና። ጸጋም እንዲሁ ነው መሆን ያለበት። ጸጋ በድብቅ ውስጣችን ይሰራል። ልክ እንዲሁም ደግሞ ሻማን ንፋስ ላይ ብናወጣው ንፋሱ ሲነፍስበት ያጠፋዋል። ስለዚህ እንደብቀዋለን ከንፋሱ። እንዲሁ ጸጋችንንም በሰው ፊት የምንገልጥ ከሆነ ከኛ ይወሰዳል ይሰረቃል። ለኛም ጥቅም አይሆንም። ጸጋ በዝምታ በውስጥ ግን እንዲሰራ እንፈቅድለን። القديس العظيم الأنبا بيمن الكبير يقول الكلام من أجل الله جيد والصمت أيضا من أجل الله جيد. ቅዱስ አባ ቢመንም ብሎ ይናገራል። መናገር ለእግዚአብሔር መልካም ነው፣ በእግዚአብሔር ዘንድ መልካም ነው። ዝም ማለትም በእግዚአብሔር ዘንድ መልካም ነው። القديس العظيم الأنبا أنطونيوس في مرة جالس مع أولاده بيسألهم أسئلة، فكل واحد بيجاوب إلا واحد اسمه الأنبا يوسف. قال له وأنت هتقول إيه؟ قال له أنا لا أعلم يا أبي. قال له طوباك يا أنبا يوسف إنك عرفت الطريق إلى لا أعلم، يعني اقتنيت فضيلة الصمت. لما تقعد وسط جماعة وبيتكلموا كلام ما هوش مظبوط اعمل نفسك ما سمعش، اعمل نفسك اطرش واعمى واخرس. يسألوك عن حاجة ما عرفتش، يعني لو ما عرفتش تحول الحديث إلى كلام بناء يسألك إيه رأيك في فلان؟ إيه رأيك في فلان؟ ما عرفش. وكلمة ما عرفش تنجيك من خطية الإله. አባታችን ቅዱስ እንጦንስ ደቀ መዛሙርቱን ሰብስቦ ጥያቄ ጠይቃቸው ነበር። ጥያቄ ጠይቃ ጊዜ ያን ደቀ መዝሙር የመሰለውን መልስ ይመልስ ነበር ሁሉ። ነገር ግን ከአንድ ከአባ ዮሴፍ ከሚባል ሰው በስተቀር ሁሉም ይመልሱ ነበር። እሱ ግን ዝም አለ። አባታችን ቅዱስ እንጦንስም ዮሴፍ ሆይ ለምንድን ነው የማትመልስልኝ ብሎ ሲጠይቀው ዮሴፍም አባቴ ሆይ አላውቅም አለ። ያን ጊዜ ቅዱስ እንጦንስ ዮሴፍ ሆይ አንተ ብፁዕ ነህ ያለማወቅን መንገድ አግኝተሃልና ነው ያለው። ምን ማለት ነው? የዝምታን ጸጋ አግኝተሃልና በዝምታ ውስጥ ጸጋው ሰርቶብሃልና ነው። ልክ እንዲሁ እናንተም በማይሆን ስብስብ ውስጥ ሆናችሁ የማይሆን ከእግዚአብሔር የወጣ ቃል በሚነገርበት ጊዜ ውስጥ አስተያየት ስትጠየቁ ዝም በሉ፣ አትናገሩ። ምን ማድረግ እስካልቻላችሁ ድረስ ያንን መጥፎ ወሬ ወደ መልካም ወሬ ወደ እግዚአብሔር ወደ ማስደሰት ወሬ መቀየር ማትችሉ ከሆነ ዝም በሉ። አስተያየት ስትጠየቁ አላውቅም ብላችሁ መልሱ፣ እርሱ የተሻለ ነውና፣ እሱም እንዲሁ ከኃጢአት ይጠብቃችኋልና ከመፍረድ ኃጢአት ይጠብቃችኋልና። آخر نقطة لسانك حصانك.
إن صمتوا صامك وإن هنتوا هانك. ምላሳችሁን ጠብቁ። ምክንያቱም ምላሳችሁን ከጠበቃችሁ ጠብቃችኋል። ካዋረዳችሁ ልክ ፈረስም ነው። ፈረሱን ምንድን ነው ይባላል? ፈረሱን ካዋረዳችሁት ያዋርዳችኋል፣ ይጥላችኋል ማለት ነው። ካላዋረዳችሁ ያደርሳችኋል። يقول معلمنا داود النبي ضع يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتي. መምህራችን ቅዱስ ዳዊትን በመዝሙሩ ላይ አቤቱ ጌታው የከንፈሮቼ ጠባቂን ለአፌን ደግሞ ከልካይን አብጅልኝ ይላል። خلي لسانك بئر عميقة محدش يعرف آخرها. خلي لسانك سرا، ما يبقاش لسانك هو سبب في إدانة الآخرين وسبب في الحكم عليه. كما تدين تدان، وكما تحكم يحكم، كما تحكم على أحد يحكم عليه. ምላሳችሁን ጥልቅ የሆነ ምንጭ አድርጉት፣ ምንም እንዳይወጣ እንዳይናገር። ምላሳችሁን ጠብቁ፣ በሌላ ላይ እንዳትፈርዱ፣ መጥፎ ነገርም እንዳትናገሩ። በፈረዳችሁ ፍርድ ይፈረድባችኋልና፣ በኮነናችሁት ደግሞ ኩነኔ ይኮነንባችኋልና። فأحسن أن نتمثل بأمنا الطاهرة العذراء مريم، أم النور، والدة الإله الكلمة، أم المخلص، فرح السمائيين والأرضيين. ስለዚህ በእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በወላዲተ ቃል በቅድስት ድንግል ማርያም በሰማይና በምድር ሁሉ ደስታ በሆነች በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ልንመሰል ያስፈልገናል። يوم الأربع القداس برضه في الظهرية الأربع والجمعة، وعيد أمنا العذراء يوم السبت. يبقى القداس أربع جمعة سبت حد ورا بعضهم الأربع أيام، محدش يكسر. قداس الأربع وبعد كده قداس الجمعة، وبعدين قداس السبت عيد إصعاد جسد أمنا العذراء، ويوم الأحد القداس العام. ለዚህ ቅዳሴ ሮብ እንደተለመደው 6 ሰዓት ይኖራል። ዓርብም እንዲሁ 6 ሰዓት ይኖራል። ቅዳሜ ደግሞ የእመቤታችን طوال 1 ساعة. ቅዳሜ ደግሞ ጠዋት 1 ሰዓት ላይ፣ የዓርቡ 6 ሰዓት ላይ ነው። ሮብና ዓርቡ إيه؟ ረቡዕ بالي إيدل من دبرتها. عرس خان الجليل 13. يبقى عيد التجلي القداس الصبح. معلش انا اسف. القداس الصبح دبرة طابور، ده عيد سيدي القداس الصبح الساعة 7. ሮብ ላይ የደብረ بعد بكرة. ايوه صح. انا اسف. ሮብ ነው አይደለም የሚሆነው? ረቡዕ የጌታ በዓል ስለሆነ ቅዳሴው የሚሆነው ጠዋት ላይ የጌታ በዓላት ቀን ላይ ጾም አይሆንም፣ ወደ ላይ አይገፋምና ሮብ ላይ ጠዋት 1 ሰዓት ቅዳሴ ይሆናል የደብረ ታቦር በዓል። ከዛም ደግሞ ዓርብ ዕለትም ደግሞ 6 ሰዓት ላይ ቅዳሴ ይኖራል። ቅዳሜ ደግሞ የእመቤታችን ስጋዋ ወደ ሰማይ መወሰዱ ምክንያት ጠዋት 1 ሰዓት ላይ ቅዳሴ ይሆናል። እንዲሁ ደግሞ የተለመደው ደግሞ የእሑዱ ቅዳሴ ይኖራል። 4 ቀናት ናቸውና አንድ ሰው እንዳይሰንፍ